أرحب بحضراتكم مرة أخرى، والحديث يطول عن كرة القدم المصرية ومنتخبنا الوطني الأول. بيشرفني في الاستوديو الكابتن السيد إبراهيم نجم الزمالك السابق. نورنا كابتن سيد. أنا سعيد وأنا معاك دايما، أنت عارف. الله يخليك، أنا أسعد والله. في حاجات كده وبنفتح الأفق لبعض كده عشان خاطر نجيب موضوعات ما حدش بيتكلم فيها. أكيد حبيبي. طيب هنقيم مشوار حسام حسن أو الكابتن حسام حسن مع منتخب مصر خلال فترة التصفيات، إن كانت أفريقيا أو تصفيات كأس عالم. لكن خليني أخد رأي حضرتك بداية كده في فوز المهندس هاني أبو ريدة بالتزكية لرئاسة فترة جديدة لاتحاد الكرة المصري، وما هي طموحات الكابتن سيد إبراهيم أو الرسائل التي يريد إيصالها لمجلس الإدارة الجديد؟ شوف، يمكن أنا وحضرتك أكتر اتنين اتكلمنا في الرسائل اللي المفروض بنوجهها لمسؤولين الكورة في مصر، صح؟ حصل. هنكرر تاني دلوقتي، هنقول بنتوسم في خير طبعا في الباشمهندس هاني أبو ريدة، يعني من أكبر القامات الموجودة رياضيا في مصر، الراجل في الاتحاد الدولي كتير قوي، بس نفسنا نشوف إفادة ملموسة من الباشمهندس هاني أبو ريدة، يعني بشكل مباشر بقى. ما يطلعش حد يقول لي لا ده في الموضوع الفلاني ساعد كذا ما خلصناهوش لوحدنا، ده هو اللي ساعدنا، ما شفناش. النهارده حضرتك رئيس اتحاد الكوره، رئيس المنظومه اللي كلنا بنعاني من ان هي، انا يعني مش عاوز اقول ان المنظومه فيها فشل، ولكن من اللي بيحصل احنا شايفين في تخبط في لجنه الحكام، تخبط في القرارات، تخبط في حتى في العقوبات، في الاداريات، وكله بيصب في الاخر في انه اتحاد ورا اتحاد ورا اتحاد، كله بيكمل فشل الاتحادات اللي قبله. بقالنا 6 سنين واكتر مش عارفين نعمل الدوري اللي قلنا عليه دوري استثنائي، بنعمله السنه دي. قررنا عدم التأجيل. يا ترى هيبقى في عدم تأجيل؟ ادي واحد للباشمهندس هاني أبو ريدة. يا ترى في انتظام مسابقه؟ 2، يا ترى الحكام هتاخد حقوقها أول بأول ولا هنأخر برضو سنوي؟ أنا بلوم على الحكام كتير، لكن النقط بقى اللي هي بتاعتهم، أنا النهاردة ليا فلوس، أنا بحكم بفلوس، وبطلع أسوان وبطلع اسكندرية وبطلع هنا وهنا على حسابي، وبقعد في فندق على حسابي، علشان حضرتك بتديني المقابل وبتقول إن المقابل ده كويس. طيب ماشي، مفيش مشكلة، احنا متفقين. هل أنا باخده؟ ما باخدوش. باخده إمتى؟ باخده متقطع في آخر الموسم شوية، والموسم اللي بعده والموسم اللي بعده وهكذا. طب هل الأندية دافعة مقدما؟ كل نادي في الممتاز دافع 1,000,000 جنيه مصاريف تحكيم. فإحنا بنقول أهو دي نمرة 2. نمرة 3، بنتمنى إنه الكيل بمكيالين لأي من الأندية، ما بتكلمش على الألوان، يختفي. نبعد لون التيشيرتات الأندية، وزي اللي هنعمله مسطره واحده على وليكن مثلا هنقول فاركو، نعمله على الاهلي والزمالك. يبقى في عداله ما بين الفرق. طبعا عداله، وما اسمعش صوت اعلى من صوت الاتحاد. عارف ده هيعمل ايه؟ هيخلي ماتش منتخب مصر اللي كان النهارده ده ما هيبقاش بدون جمهور زي كده. متخيل المباراه عدد الجماهير اللي فيها لا يليق بان منتخب مصر اللي بيلعب. ده لو اهلي ولا الزمالك اللي بيلعب تلاقي المدرج مليان، مش كده؟ النهارده مفيش مشاكل. يمكن عشان مصر اتأهلت خلاص، ولا وقبل كده وتحصيل حاصل، وقبل كده احنا وصلنا. يمكن عشان اسعار التذاكر عاليه، ممكن دي رساله برضو، لكن احنا وصلنا لمرحله انه من زعل الناس قوي من اتحاد الكوره، حسوا ان المنتخب بتاع اتحاد الكوره، فبقى كل واحد منتمي لناديه. فاحنا محتاجين دي. يعني ان المنتخب ده مش بتاعي، لا يمثلني، اللي بيمثلني فرقتي فقط، النادي بتاعي، وبالتالي انا عازف عن الحضور للمنتخب. خلاص المنتخب ده بتاع حسام، بتاع ابراهيم، بتاع سين، بتاع صاد. لا انا عاوز نرجع دي. هنرجع دي من ايه؟ لما الناس تحس ان اتحاد الكوره اقوى من الاهلي والزمالك، مش العكس. طول ما الاهلي والزمالك اقوى من اتحاد الكوره، طول ما هتلاقي في عزوف جماهيري عن ماتشات المنتخب. دي رساله رقم 4. رسالة رقم 5، ما نتحركش بعد فوات الأوان كل مرة. مش كل مرة تحصل كارثة واللعيب يتوفى واللعيب يحصل له كارثة نيجي بعدها نقول ايه؟ هنجيب عربية إسعاف، هنعمل كذا، يا جماعة ما هو الكلام ده كله في الكورة.
مفيش حاجه جديده. يعني انه لعيب يجي له سكته في الملعب ده موجود في الكوره طول عمرنا. انه لعيب يبلع لسانه في الملعب ده موجود في الكوره طول عمرنا. مش محتاج ان انا لما يحصل تاني اخد بقى رياكشن. انا من دلوقتي الكوره عباره عن 1 2 3 4، السيفتي بتاعها 1 2 3 4 من غير حاجه. مش لازم استنى لما يحصل ده كوارث. يعني انت عايزني يا كابتن سيد الغي الماتش عشان عربيه الاسعاف مش مجهزه او ما فيش عربيه اسعاف؟ طبعا طبعا. يعني الغي الماتش؟ طبعا. انا عاوز اقول لك انه في حكم ما في درجه ثالثه حظه السيء انه لعب مباراه واستجاب لحبايبه في الفرقه صاحبه الملعب ولعب بدون عربيه اسعاف. في لعيب بلع لسانه في الملعب وكانت مشكله كبيره، ستر ربنا ان هو اتلحق. لا ده انا كمان مش الغي الماتش عشان ما فيش اسعاف، ده انا الغي الماتش عشان الاسعاف مش مجهزه، عشان اسعاف كوموفلاش. عربيه محطوط عليها ستيكر، والله ده بيحصل، ستيكر ملزوق لزق انه دي الاسعاف. تفتح العربيه ما تلاقيش حاجه خالص، تلاقي شنطه فيها ميكروكروم وشاش وحاجات، يعني صيدليه البيت عند حضرتك وعندي فيها حاجات قد 10. لا هتلاقي الجهاز الطبي بتاع الفريق نفسه معاه حاجات اكتر من اللي في العربيه. ايوه والحكم بيلعب. لا يا جماعه في عقوبات، الحكم اللي يلعب ده يتشطب. طب يعني هو الحكم نفسه ده ما فكرش ان هو نفسه ممكن هو اللي يقع؟ تمام. يعني انا ممكن اقع وانا حكم في المباراه، يجي لي سكته قلبيه او يجي لي جلطه او يجي لي حاجه. صحيح. وارد. صحيح يعني طبعا. ما هو بني ادم طبعا. وانا عارف انه ما فيش عربيه اسعاف. يعني انا نازل انتحر مثلا او نازل اعرض نفسي للخطر، فلازم احط نفسي في موضع اللعيبه. الاستهتار. ما هو ده استهتار فعلا. الاستهتار. يعني هو مش متخيل ان ده هيحصل ولا في دماغه. هو رئيس النادي او المدرب اللي في الفرقه يعني له علاقه معاه، ما بقولش ان هو هيعمل له حاجه في الملعب، لكن له علاقه معاه بالحب وبالود وبتاع. مشي الامور، ما تقلقش، مشي الامور، ولو في حاجه انا حالا هتصل اعمل وبتاع مش عارف ايه عشان خاطري، بس عشان العربيه ما جاتش والسواق مات والسواق مش عارف ايه والحاجات دي. فالدنيا بتمشي يلا. ما هو معظم النار من مستصغر للشرر، صح؟ شراره قد كده بس انا مش عامل حسابها. فهو المشكله انه الحكم مش في دماغه، زي ما اتحاد الكوره بيستنى ياخد القرار بعد ما الناس كلها تقول وتدلو بدلوها وكل اللي يقول ويشوف البالونه عملت ايه بعد كده. لا يعني مثلا اتحاد الكوره النهارده بينعي محمد شوقي، لكنه ما قالش مثلا ان انا قصرت في كذا وكذا. أيوة. او ان انا الماتش ما اتلغاش عشان فيش، انا هحول الناس للتحقيق. صحيح. مثلا عشان صحيح. كذا وكذا، او عشان حصل. فرايحين فين؟ يعني رفعت ثم شوقي ثم ورايحين فين بقى؟ وقبله في ناس وقعدنا نقول يا جماعه ده احنا دلوقتي بنتكلم في جهاز قلب صدمات، تتكلم انما ده راجل يعني ابسط يا سيدي. ما انتش عايز تجيب عربيه اسعاف، اقل اضعف الايمان الزم الانديه تعمل ايكو على لاعيبتها. هو ده يعني يا تعمل كده يا تعمل كده، لكن ما تبقاش سلبي خالص كده. انا عاوز اقول لك مثلا ان انا من ايام كورونا ما اتعملش شكه الدبوس دي حتى للعيبه. عارف الشكه بس دي اللي هو بياخد منها اللي ايه؟ عينه الدم اللي هي البسيطه دي، اتعملت في كورونا بس. مفيش اي كشف، مفيش اي حاجه، مفيش ابسط قواعد الامان والسيفتي ما بتتعملش نهائي. انا كان عندي ماتش في بهتيم، الحكم سايب 150 فرد جوه الملعب غير اللي بره، نزلوا ضربوا اللعيبه. الحكم لا حياه لمن تنادي. تعرضوا يعني طبعا لا حياه لمن. انا بديك ايه؟ ده الاستهتار. ده الاستهتار اللي بيؤدي بعد كده لكوارث. بنيجي بعد كده نقف ونقول حاسب يا عم، والدنيا كلها تعلى الاصوات، بعد كده تنزل تاني وننسى تاني. يا ريت اتحاد الكوره يفكر في ده. طب احنا كده وصلنا للرساله رقم كام مع المهندس هنا بريده؟ 5. موضوع التسنين دي بقى كارثه. هقول لك ليه. لأن المشكلة إنها بتتعمل بحرفية فظيعة. موضوع التزوير بيتعمل بحرفية إزاي؟ يعني أنا لو مدرب فرقة ورحت أسأل في المدرسة هلاقي الولد دوت فعلا هو. اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنه الولد قبل ما يطلع البطاقة أصلا بيروح أخ ليه أو ابن خالته أو ابن عمته whatever، بيروح يجيب ورقه ويطلع بطاقة باسمه.
وشهاده ميلاده وكذا وكذا، ويقدم في المدرسه من صغره بكده. فبالتالي انت بتلاقيه في اولى المراحل في التعليميه بيقدم بورق حد تاني يعني. خلاص وبيحط صورته بقى هو خلاص. ففي اولى المراحل التعليميه الولد من اول اولى ابتدائي هو داخل بالاسم ده، هو مستعد لده من صغره، داخل بالاسم ده. فلذلك لما حصل اللي حصل والاسوره ولاعيبه انبي واللي خرجوا من المنتخب لعبوا تاني الماتشات. طب يعني لعبوا خرجوا من المنتخب ولعبوا تاني؟ ايوه لعبوا دوري. يعني ما اتمنعوش؟ لا تعالى امنعهم، ما هم لعبوا دوري. ما هو هنا بقى الكابتن علاء نبيل مش عارف يعمل ايه. ما هو هنا احنا بقى ما بنطبقش الاسوره هنا في الدوري المصري، هي اتطبقت عشان دول منتخب. لو بنطبقها هنا انا ماليش علاقه بقى دي بطاقتك مش بطاقتك، ده مش موضوعي. يبقى لازم يتبص على هذا الملف تحديدا. هو ده. يبقى كده رقم 6. هو ده. رقم 7 لازم ملف الاستثمار الرياضي اللي هو مش رياضي بتاع الناشئين، قطاعات الناشئين لازم ينتهي من الوجود خالص. انا مش راجل قانون ولا انا على كرسي اتحاد، لكن انا اقول لك انا عاوز انهي ده. انت بحيثياتك تقدر تشكل له وتعمل له قانون وتوافق عليه، اللي هو ايه؟ حرام النهارده انا يبقى قاعده الناشئين كلها في مصر 90% منها دفع فلوس، ما بتعرفش تلعب، ما بتعرفش تجري، هتجيب منتخبات منين؟ منين؟ بعدين دلوقتي اللي قدر يعمله الكابتن علاء نبيل بيغلي الرسوم. طيب ماشي، ما انت بتغلي الرسوم على المستثمرين دول، هم بيغلوا الفلوس على اولياء الامور. وهي والموضوع برضه هو ما قدرتش برضه. قال لك ايه؟ كل فرقه تلعب في محافظتها. كنا بنشوف لغايه الموسم اللي فات اكتر من 20 فرقه بره محافظه القاهره بتلعب في القاهره. الفيوم وبني سويف والتليفون كل ده جاي يلعب، وسينا والصعيد واسوان بيلعب القاهره، مجموعه القاهره. ما هو الفلوس كلها هنا، عشان يلم من اولياء الامور لازم يلعب مجموعه القاهره، فبيجيب الناس. فالكابتن علاء نبيل عامل ايه؟ قال لك كل فرقه تلعب حسب الفريق الاول موجود فين، محافظتها. دي واحده. كانت الناس لمت فلوس برضه. نفسي بقى يشوفوا لها حل، انه الانديه ما تتحايلش على الموضوع ده وتروح كاتبه ورقه انه دوت مش مشتري مني الفرق، ده راعي للفرق وهو مشرف عام على القطاع، ما انتش عارف تحاسبه. لازم نشوف لها يعني للثغره دي نشوف لها حل. الحل ده اكيد هيبقى عند الكابتن. واكيد طبعا ملف الجمهور ده على راس طبعا الملفات المهمه. طب نروح لكابتن حسام حسن، و على مدار بقى التصفيات كلها يعني تمام. رؤيه حضرتك ايه لاختياراته مبدئيا؟ لانه احنا برضو التشكيل مش ثابت، يعني احنا في هو بيجرب. انا عارف ان هو بيحاول يكتشف عناصر جديده ودي حاجه كويسه على فكره. كويس. لكن تقييم حضرتك للكابتن حسام حسن خلال المسار بتاع التصفيات؟ نمرة 1 هو نجح بنسبة 100%. بعيدا عن التفاصيل اللي هنقولها، لكن عنوان كده عريض، نجح بنسبة 100%. هو وصل من الجولة الرابعة. هنتكلم في تفاصيل ونقعد نقول المجموعة ضعيفة وكذا وكذا وكذا، مش ده اللي يشغلنا. أنا يشغلني حاجة تانية خالص. لأن كل الناس بتتفه من المواضيع، بتصغر منها، بتصغر من المجموعات. ده المجموعات ضعيفة، دي الفرق ضعيفة، كذا كذا كذا. لا، خلينا نبص للموضوع بنظرة أشمل. هو بيقولوا كده على أساس إنه خايف يقابل حد من التصنيف الأول. ممكن نلعب على المجموعات الضعيفة دي، لكن بشكل تاني غير اللي اتلعب ده. بمعنى إنه أنا مش عاجبني إنه أنا كل شوية بضم لعيبة ولاعيبها أساسية. ده مش موجود. ليه؟ وانا نص المنتخب اصلا عندي، نصه اصلا ما عندوش مباريات دوليه كتير. العناصر الاساسيه مش كده؟ ما عندوش مباريات دوليه كتير. يعني مش هو منتخب الكابتن حسن شحاته اللي كانوا لاعبين 60 70 ماتش كل اللي في الملعب، مش كده؟ انت عندك تقصد ان اللعيبه دي ما بتشاركش مع انديتها؟ لا، دوليه منتخب. هم لسه بقوا اساسيين في المنتخب من فتره قريبه. تمام، فهمت. مش كده؟ فبالتالي انا عاوز اثبت رجليهم في الارض اكتر واكتر. بايه؟ بالمباريات دي. طب يعني يا كابتن سيد مش هنضم عناصر جديده؟ هنضم.
لكن ازاي؟ يعني مين يقول ان انا عندي حارس مرمى بقاله شهور وشهور ما لعبش دقيقه في ناديه، ما لعبش دقيقه في ناديه حرفيا. انا ضميته مره عشان ناديه لعبه ما لعبوش، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير. انا ضميته مره عشان ناديه لعبه ما لعبوش، ضميته التجمع الثاني عشان ناديه لعبه ما لعبوش، ضميته التجمع ده وقفته اساسي. طب انا بوقف حارس مرمى بقاله 4 شهور ما لعبش كوره خالص، ماتش اساسي خالص، ماتش رسمي، على حارس مرمى متفوق وجايب سوبر افريقي لفرقته وجايب كونفدراليه لفرقته على العواد يعني؟ طبعا طبعا، وبيلعب اساسي وبينال اشاده الجميع. لا يجوز. انا النهارده محتاج الشناوي وفي ظهره حارس، فرصه زي دي يدبدب يخش. هل انت النهارده لما الراجل ده يرجع الاهلي هيقف؟ مش هيقف برضه. من اللي هيقف محمد الشناوي. دي واحده. 2، النهارده انا عندي حسام عبد المجيد لاعب منتخب اولمبي ومنتخبات ناشئين وخارج من البطوله لسه الاولمبياد قريبا، ومن بعد الاولمبياد وحسام عبد المجيد بشهاده الجميع مستواه بيتطور قوي قوي قوي. يبقى حسام عبد المجيد هو اللي يبقى الراجل الثالث للاثنين الاساسيين بتوع المنتخب، ان كان منعم او ربيعه. منعم او ربيعه، ومعاهم ياسر ابراهيم لما بيلعب بيخش، مش كده؟ ولما ربنا يشفيه ويرجع الونش، صح؟ الونش هيبقى اساسي. فانا لما ادخل حسام هو لعيب منتخبات، كمان لعيب دولي مع فرقته الزمالك، كمان لعيب كتير قوي، كمان بإشادة الجميع حسام بيتطور قوي. في وقت التطوير ده حسام محتاج يجي كده يدخل المنتخب، محتاج دفعه، هتفرق معاه كتير جدا جدا. النهارده انا عندي كوارث دفاعيه في الاثنين السردباكات في مباراه النهارده تحديدا. بيكم وربيعه مظلومين. ما انت ما تجيبش حد برضه. بيكم مش وربيعه مش اول تاني ماتش ليه دولي، ما تجيبش حد تروح حاطه اساسي مره واحده. انا كده ضيعت مباراه. تقصد انه حتى في التجربه المفروض تكون مدروسه اكتر؟ هي تدريجيه. انا بدخل اللي كان احتياطي يبقى اساسي، واللي كان ثالث يبقى احتياطي، واللي كان بره ينضم للمعسكر. هو ده التدريج الصحيح. لكن مش انا اجيب اللي كان بره يلعب اساسي. ما ممكن اعمل دي باستثناء لو في اصابات. لو في اصابات، لكن ما فيش اصابات يبقى ليه اعمل كده؟ مش كده؟ احنا بنتكلم في اراحه صلاح، تمام. اي لعيب بيحس بحاجه في رجله في الملاعب الترتان، تمام. لكن النهارده انا محتاج اخد من المنتخب هارموني اكتر من كده. النهارده الشوط الثاني المنتخب عنده ميس باص وعنده اخطاء في التمركز وعنده اخطاء في التمرير والتسليم والاستلام وهرجله في الشوط الثاني. اللهم الا اخر 10 دقائق لما بتسوانا حب يحافظ وعرف نتيجه موريتانيا ايه؟ ان موريتانيا حب يحافظ فوقف في ثلث ملعبه، بدانا احنا نلعب في الثلث الهجومي. غير كده الشوط الثاني كله كان ميس باص وشكل هرجله، مش منظر منتخب مصر. انا بقول كان لازم اشوف مين اللعيبه كانت الاقرب للانضمام، اللي هي ايه؟ اللي هي بتدخل تلعب ربع ساعه، نص ساعه، مش كده؟ دول يلعبوا اساسيين. وبعدين اجيب اللعيبه اللي ما انضمتش ادخلها تاخد الربع ساعه وتاخد النص ساعه. كده انا عملت التدريج الطبيعي اللي يدخل لي لعيب، وابقى افدت اللعيب اللي كان بياخد ربع ونص، اشتغلت عليه مباراه كامله عشان يبقى خلاص موجود مع ال11، بقوا 16، بقوا 18 قادرين يعملوا المباراه كامله. كمان معاهم من بره اللي كانوا بعيد خالص، يدخل ياخد نص ساعه في ربع ساعه، يدخل جنب حد اساسي. يعني انا ما ينفعش الاعب 2 سردباكات هما الاثنين اصلا مش اساسيين منتخب ولا انضموا للمنتخب قبل كده، اروح ملاعبهم الاثنين مره واحده، يحصل اللي حصل النهارده. مش هيبقى في انسجام بينهم، ممكن مش هيبقى حاجات فيه. كتيره. والهدف اللي جاي اخطاء مدافعين، وبعدها في واحده انفراد برضو خطا فظيع. النهارده احتجت لحسام عبد المجيد، نزلته لما الراجل اتصاب، لما بيكهام اتصاب نزلته حسام، على الرغم من ان كان لازم حسام من الاول اللي يبدا من الاول. طيب نيجي نتكلم، هو ايه مشكله عمر جابر؟ هي ايه المشكله الازليه اللي مع عمر جابر اللي هو احسن باك رايت في مصر بشهاده الجميع الموسم اللي فات؟ هي ايه المشكله؟ في ظل عدم وجود اي باك رايت ما بتاخدوش. مؤخرا كان في كلام على ان عمر كمال في مشكله معاه، بس لعب النهارده. ايوه انضم، لانه احمد عيد مش هيشيل لوحده، ومش هيشيل لانه احمد عيد اصلا ما كانش في المصري حتى اساسي غير بعد ما الكابتن حسام بدا يلعبه. علي ماهر بدا يوجد له مكان مع كريم العراقي.
اللي هو باك رايت، بدأ يخترع لهم كده حكايه هما الاثنين عشان يبقوا في الملعب، لانه لعيب منتخب فلازم يلعب. علامه استفهام النهارده على عدم وجود محمد شريف في المنتخب. فرود محترف، فرود بيلعب اساسي في فرقته، بيهدف. انا ما عنديش النهارده رفاهيه ان انا ما اجيبش محمد شريف ليه؟ خالص كده ليه؟ ولا مره. عشان الراجل مثلا في مره من المرات لما قعد احتياطي ونزل عليه حد مش فرود، فالراجل اتكلم. طب ما هو لازم يجي، ما هو فرود محترف، وفرود طالع من الاهلي مش من فرقه صغيره، يعني اصلا طالع فرود دولي وبيلعب في فرقته. بس هو ولا مصطفى محمد؟ ما المفاضله هتيجي كده. لا هو ومصطفى محمد. طب هيلعب 2 مهاجمين يعني؟ لا يجي يقعد لمصطفى لما مصطفى بيريح ما يلعبش. فهمت. شريف يلعب ويبقى معاه اسامه فيصل. مش اسامه فيصل هو اللي في ظهر مصطفى محمد. خصوصا ان محمد شريف عنده سرعات، وكتير احنا بنحتاج للسرعات دي، مش موجوده عند اسامه فيصل. اسامه فيصل اكتر منه محطه زي مصطفى محمد، طريقه لعب الاثنين شبه بعض. لكن محمد شريف طريقه لعبه دايما مساحات وجري وسبرنتات ويسحب الفرقه، فتنوع، لازم يكون في تنوع. ده انا بقول يشتغل مع مرموش كويس مثلا، يشتغل مع تريزيجيه، يشتغل مع صلاح ويشتغل مع تريزيجيه، يشتغل معاهم كويس. الهجوميه اللي احنا عندنا مجموعه هجوميه على اعلى مستوى، مع زيزو، مع مرموش، مع تريزيجيه، مع صلاح، مع مصطفى محمد. الجزء الامامي ده يكسب اي حد، ولكن تحفظ على الجزء الخلفي والارتداد دي مشاكل عند المنتخب. النهارده انت بتلاعب طاهر محمد طاهر، طبعا طاهر متألق في الاهلي ويستاهل يلعب، لا غبار على انه يلعب، موجود. تيجي هنا الناحيه الثانيه ابراهيم عادل، هيفضل لغايه امتى ياخد ربع ساعه؟ انت النهارده بتلعب بالصف الثالث، انت مريح ناس، والماتش اللي قبله مريح ناس وكذا، وخاصه ان ابراهيم خلص لك ماتشات قبل كده يعني. كل ما بينزل مؤثر، فانا لازم اخد ابراهيم بقى في 90 دقيقه، ما حسسوش ان انت جاي مكتوب على صدرك في المنتخب ان انت جاي احتياطي. لا، انا الناس مش موجوده، صلاح مش موجود، ادخل اشتغل. ابراهيم عادل لعيب مؤثر جدا جدا، قوه وتهديف ومهاره وواحد على واحد، بيشتغل كويس جدا. مين النهارده اللي بيحل محل مروان عطيه؟ اشمعنى مروان عطيه اللي انت حاطه دايما موجود؟ مين البديل بتاعه؟ فين حمدي فتحي؟ فين دونجا؟ مين المفروض قول حمدي موجود مثلا في السكواد او في راس كابتن حسام، دونجا موجود ولا مش موجود؟ هو ده بس، هو ده دونجا. الماتش اللي فات لعب عليه محمد شحاته، محمد شحاته لما اتصاب نزل دونجا. طيب هو فين الراجل ده؟ كمان يا ترى المسطره واحده في اللعيبه اللي زعلت الكابتن حسام في اللي جاي ولا لا؟ مثلا يا ترى هنشوف امام عاشور ولا لا؟ ولا مش هنشوف امام عاشور؟ ليه؟ امام عاشور اتقال انه من قبل الماتش اللي فات، اتقال ان امام عاشور مباراه الاهلي اللي جايه هيخرج مصاب. وقد كان وخرج مصاب. امام عمل حاجه يعني لعيبه الكوره تفهمها. امام خرج على انه عنده حاجه في الخلفيه، فافور قوي في انه تعبان ومش قادر، والراجل جه خده على النقاله وكذا وكذا. الخروج ده يقول ان امام فيها على الاقل اسبوعين راحه، ويبدا بعد كده يشتغل. مش خروج حد يعني ايه عنده اجهاد كده وخلاص. فعشان امام يعمل انه مش قادر فعلا خرج بالشكل ده. هل الكابتن حسام هيتعامل مع امام زي ما بيتعامل مع حجازي؟ هل هيتعامل مع امام زي ما بيتعامل مع محمد شريف؟ هل هيتعامل مع امام زي ما بيتعامل مع عمر جابر؟ هل امام هيبقى مصيره الاستبعاد دايما زي الثلاثه دول؟ طب وليه حضرتك افترضت ان هو بيمثل الاصابه؟ عشان هو موجود في التمرين. عشان هو موجود في التمرين. يعني ايه خلفيه؟ يعني اسبوعين 3 بس هو موجود في التمرين. يعني ايه يتسرب خبر ان امام قبل الماتش ان امام الماتش اللي جاي هيخرج؟ فاهم قصدي؟ يعني امام الماتش الجاي هيخرج، ده خبر اتسرب
وامام فعلا يخرج. ما هو ما فيش حاجه بقى، ما فيش دخان من غير نار. فامام يخرج فعلا اخر ربع ساعه 10 دقائق مصاب بدون اشتراك، يعني ما فيش اصابه في كدمه وكذا، بدون اشتراك. ما افترضش هو ده اللي حاصل. يا حضرتك عايز تقول انه امام ما انضمش للمنتخب عشان الاصابه ولا عشان حسام ما اختاروش؟ لا، هو الطبيعي ان هو اتصاب. لا، وانت حضرتك بتقولي بيشترك في التدريبات دلوقتي. ايوه، هو ليه كابتن حسام ما خدوش؟ عشان هو خرج من المباراه مصاب وعنده خلفيه. ايوه، مش في تقارير بتتقدم اذا كان هو محتاج حد؟ ايوه، حتى وان اخر مباراه خرج حصل. مثلا تعبان او كده، فبيقول لك ابعتوا لي التقرير بتاعه نشوفه كويس ولا مش كويس. هقول لك على تصريح للكابتن ابراهيم حسن، صوت وصوره، هو بيتكلم مع المراسل، فقال له وان شاء الله اللي جاي في لعيبه هي اصلا مكانها في المنتخب بس دماغها شتت كده وبتبعد نفسها بنفسها، فلو ما رجعتش لصوابها مش هتخش المنتخب. تلميح ده لامام اللي بيبعد نفسه. بس دي كلها فرضيات برضو يا كابتن، ده فرضيات ولكن جوه الكوره ومطبخ الكوره امام بيتمرن. امام من بعد ما خرج اخر مره وعمل المشكله وهو خارج واستبعد، امام من بعدها وهو قبل كل تجمع بيتصاب فما بيروحش قبل التجمع. تفتكر انه في لاعب في اي فرقه، ده بالعكس ده شرف ليه ان هو يلعب في منتخب مصر؟ طبعا. ده بيقاتل عشان يلعب في منتخب مصر طبعا. بس هقول لك يعني، اقصد ان انا بحسن الظن ما بعتبرش امام بيمثل عشان يهرب من منتخب مصر مثلا. حلو. النهارده انا في اول الحلقه قلت لك انه النهارده حسينا انه اهلي وزمالك عند ناس ليهم انتماء قوي اكتر من منتخب مصر. ده حضرتك افترضت ده في الجمهور على اساس انه ما حضرش المباراه، وبالتبعيه في لعيبه بتبقى متنجمه قوي في اهلي وزمالك وما بتاخدش النجوميه دي في المنتخب، وبيكتفي بالنجوميه دي مع انديته. عادي. في لعيب بيقول لك انا بعتزل دولي. مش بتحصل؟ بتعتزل دولي ايه يا عم؟ ده اي حد يتمنى يروح. لا، انا بعتزل دولي، هلعب في ناديه بس. كتير لعيبه اعتزلت دوليا وهم لسه صغيرين، المدرب ما ضمهمش، المدرب ضمهم وما لعبهمش، عاملهم بطريقه هم في دماغهم اني انا ما بتعاملش بالطريقه دي، انا اكبر من كده، مش انا اللي اتعامل كده، لازم اتعامل كنجم. ايوه، مش انا اللي اتعامل كده. فبالتالي يقول لك لا لا لا، خليني في النادي بتاعي. انا في النادي بتاعي بلعب بطولات افريقيا وبلعب وباخد بطولات وباخد مكافآت وعندي جمهوري مش هيزيد واحد لما اروح منتخب مصر. هو جمهوري، هو جمهوري اللي في الاهلي والزمالك، هو اللي في المنتخب، مش هيزيد واحد. واللي ما بيحبنيش من الزمالك وانا في الاهلي والعكس مش هيحبني وانا في المنتخب. مش كده؟ فهو يقول لك انا اتنجم في فرقتي. لما بتلاقي لعيبه، لما مدرب المنتخب بس دي كارثه على فكره. والله العظيم بتحصل. انا بقول لك من لا الاحساس ده نفسه كارثه يعني. انا بقول لك من انا اوصل للمرحله دي من الاحساس ده كارثه في حد ذاته. انا بقول لك وانا كوير يعني، مش من بره. انت عارف كل حاجه بقولها لك بتبقى من جوه المطبخ يعني. فانا بقول لك وانا جوه المطبخ كوره بتحصل. انا اعرف لعيبه شخصيه يعني بطلوا، عملوا كده. في لعيبه في فرق كانت بتيجي عشان تصعد مثلا من الدرجه الاولى للممتاز، يجوا عند اخر ماتشين ويخسروا بمزاجهم. سنه 2 3 4 بتخسر ليه؟ يقول لك يا عم انا هطلع الممتاز، يا يمشوني يا اما مش هاخد مكافآت لاني مش هكسب. خليني هنا بكسب 25 ماتش باخد مكافآتهم. نفس المنطق، انا بربط لك بس. نفس المنطق والعقليه، هي المنتاليتي واحده. انا هنا بلعب، انا هنا نجم، انا هنا متنجم، جمهوري هنا كتير، باخد بطولات، بلعب بره مصر، بلعب افريقيا، بتحط من افضل لعيبه في افريقيا، بتحط في الاستفتاءات. لما يبقى يمشي المدرب بقى باجي او ارجع بمطالبه الاعلام والجماهير والسوشيال ميديا واللجان وكذا، فارجع وانا اللي اعلى. فاهمني؟ بتحصل. طيب كابتن حسام، هنا بقى في اللحظه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، احنا قلنا العنوان الابرز انه نجح نجاح تام طبعا، لكن كان في شويه تفاصيل حضرتك اتكلمت فيها في انتقال عناصر وما الى ذلك. ايه الشكل الامثل اللي يلعب بيه كابتن حسام ويثبت عليه المنتخب؟ شوف، اللي بنلعب بيه النهارده في المباريات اللي هي مش قويه دي مش هينفع نلعب بيها. اللي هي ايه؟ اللي هي ديفندر 6 وقدامه تريزيجيه وزيزو، تريزيجيه وناصر ماهر. لا، الكلام ده
مع منتخبات كبيره ما ينفعش ان انا بلعب. يعني ان انت تحط وين عطيه، ناصر ماهر، تريزيجيه، مرموش يمين، اللي هو ان انا احط ديفندر 6 مدافع واحد بس، اللي هو عطيه. واعتمد على 2 كويره. ده ما ينفعش زي ما كنا بنعمل في كل التصفيات، بيلعب زيزو وتريزيجيه ومروان. تقصد انه يبدا ب 2 6؟ لا 6 و8 اللي هم اقوياء. 6 و8 اقوياء، لكن مش 2 6 يعني. اللي هم اقوياء. يعني مثلا لو امام عاشور رجع لصوابه يلعب 8. 8 لعيب بيهاجم ويدافع وقوي. هو نسي الحته دي مع الاهلي اللي ما بيلعبهاش. صحيح، هو ما خدش ليه واحد زي عمرو السوليه مثلا. هو بقى بيقول ان انا بنزل بالاعمار، لكن انا بالنسبه لي كلمه بنزل بالاعمار دي كلمه على الورق، انا ما بحبهاش. النهارده الزمالك لو نزل بالاعمار هنتمتع احنا بعبد الله السعيد سنتين؟ لا مش هيلعب اصلا. مش كده؟ لو خدنا بالمبدا ده وشيكابالا مش هيلعب. مش كده؟ يعني خليك في اللي هو اساسي 90 دقيقه كل ماتش، وبيطلع ماتش وماتش هو المان اوف ذا ماتش، مش كده؟ طب كنا هنخسر سنتين من عمر عبد الله السعيد ده عشان نقول كده؟ ولا انا اخد من اللعيب لغايه ما اقدر خلاص انا خلصت، انا مش قادر، واحط جنبه لعيب صغير عشان لغايه ما ده يبقى مش قادر، ده يبقى لعيب كبير يكتسب الخبرات منه، تقصد؟ وادخله لعيب صغير. انما انا النهارده هقول ايه؟ لا مفيش السوليه، مفيش عبد الله السعيد، مفيش عمر جابر، مفيش. طب ما هم دول اللي هيشيلوا. ما هم دول، ما بقولكش كلهم في الملعب، ولكن لازم يكون فيهم في المنتخب. ايوه، يلموا لك الدكه ويلموا لك اوضه اللبس، وفي الماتش يدوا لك الخبرات. طيب اديني كده شكل لعناصر مثلا من وجهه نظرك تكون وتنفع في المباريات مع فرق تقيله زي السنغال والمغرب. يعني انا بشوف انه نص الملعب يبقى فيه. لا نبدا من الاول. حراسه المرمى مثلا، حراسه المرمى الشناوي لا غبار عليه. حراسه المرمى الشناوي. انا بشوف ان باك رايت يا عمر جابر يا عمر كمال، مفيش ثالث، مفيش اختراعات. محمد هاني لسه بدري عليه، لما هيرجع من الاصابه هيبقى محتاج وقت. انا بشوف الاثنين دول. انت بتتكلم دلوقتي اللي هم جاهزين دلوقتي الوقت الحالي لمده 6 شهور قدام. عمر كمال وعمر جابر. عمر جابر. ناحيه الليفت بشوف فتوح رقم 1، محمد حمدي بعده. محمد حمدي عنده مشكله. محمد حمدي مجهود كبير، لعيب بيلمس الكوره كتير، لكن الانتاج الايجابي قليل جدا. بمعنى انه محمد حمدي خد منه كام كروس عمل هتلاقيهم كتير، كام واحد ايجابي هتلاقي 10%. عدد قليل. زي الناشئين، مش زي عمر كمال الناحيه الثانيه. طبعا لا، عمر كمال الانتاج بتاعه عالي. أيوة. في مساله الاوفرات المظبوطه لما بتتحط على واحد. هو ظابطها. انما انا مش رايح عشان اعمل اوفر وخلاص. شغل اللي هو شغل الناشئين بخلص منها، اعمل اوفر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ما حدش خدها، مش قصتي، انا عملت اللي عليا، وصلت للخط وعملت الاوفر. بره في اوروبا بيحاسبوا على ده على فكره. طبعا انت وصلت هنا مش هزار يعني، لازم تعملها على واحد، مش الكلام ده. فدي عند محمد حمدي قليله شويه. عند فتوح طبعا كوير قوي يعني. بشوف في نص الملعب السردباكين الاول. السردباكين مين؟ السردباكين الاول الونش. انا عندي طبعا لو ربنا جابه بالسلامه الونش، هو نازل التدريبات خلاص. خلاص. انا عندي الونش ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، 3 دول. في 2 منهم في الملعب. حسام عبد المجيد وراهم، وحسام عبد المجيد وراهم، حسب الحاله بقى بتاعت مين في الوقت ده. بيكام يلعب في المكان ده؟ بدري، لسه بدري. بدري. انا بتكلم في 4 اهو، الاربعه افضل. واللعيب الجديد اللي اكتشفه ربيعه ده محمد ربيعه مش النهارده عنده خطأين كارثيين منهم الهدف. انا بتكلم في 4 لعيبه سردباكات، مش هينفع يبقى في 5. 4 يلعب منهم الاثنين الاجهز في الوقت اللي هيلعب فيه الماتش. تمام. عندي في وسط الملعب مروان عطيه لا غبار عليه، ويدبدب في ظهره دونجا. العب بقى حمدي فتحي وتريزيجيه او زيزو، الاثنين دول ايهما هيلعب؟ مرموش او زيزو حسب ما الراجل عاوز، او تريزيجيه في الحته دي وزيزو هنا، يعني هم دول اللي هنلعب بيهم. صلاح، مصطفى محمد، لازم يكون في ظهرهم على طول. ابراهيم عادل لعيب واعد، ابراهيم عادل. عندك كمان لما تيجي تتكلم في محمد شحاته يدخل يحل. لا كده عشان ما توهش بس الجمهور، خلينا ناخد بس الاثنين في وسط الملعب. مين هم وبدايلهم؟ مروان
وفي ظهره قلنا دونجا. خلاص. مين بدايلهم؟ شحاته. شحاته. تمام، عشان ما تهوش الناس. شحاته يقدر يعمل لك الحته دي ويقدر يعمل لك الباك رايت في الظروف. ومين تاني؟ تيجي بعد كده حمدي فتحي. حمدي فتحي. حمدي فتحي والنني لما يبقى كويس يدخل. حلو. طيب على اليمين وعلى الشمال صلاح زيزو. صلاح زيزو. مرموش. مصطفى فتحي ثالث. يبقى صلاح. ايوه زيزو مصطفى فتحي. عندي الناحيه الثانيه مرموش. ابراهيم عادل. طاهر محمد طاهر يدخل هنا ويدخل تحت الفرود. تريزيجيه فين في الليله دي؟ تريزيجيه تحت الفرود برضه، لانه تريزيجيه افضل لعيب حاليا في مصر، بيدخل ال 18 ويعمل فرود اللي هو 9.5. هل اقدر استفيد بحد زي قفشه كرقم 10؟ شوف لو غيرت شكل اللعب يعني. طبعا احنا مشكله الموضه دلوقتي في الكوره ان ما بنشتغلش بلعيب رقم 10. ماشي. فهو دلوقتي واخد ناصر ماهر اللي هو رجله في الملعب، ممكن يقوم بالدور ده مثلا، اللي هو رجله في الملعب. تمام. انا بشوف ان قفشه ما ينفعش يكون بره في الاهلي. انا وجهه نظر انا انه قفشه ده ما ينفعش يبقى بره كده كل الماتشات وينزل شويه هو مؤثر دايما. تقصد مع الاهلي ولا مع المنتخب؟ مع الاهلي. ما هو بالتبعيه. لو بقى مع الاهلي بيلعب، بس هو بيستفيد منه في توقيت معين وخلاص شكرا. انا ممكن استفيد منه هو وامام في الملعب الاثنين مع بعض. فبشوف انه طاهر محمد طاهر باستفاده اللي هو فيها حاليا، زي ما كنت بتكلم على حسام عبد المجيد انه طاهر محمد طاهر في خلاص في الهرم بتاعه بتاع الارتفاع المستوى. فانا بشوف ان لازم استفيد منه دلوقتي. وبعدين بقى رجليه على الجول خلاص، عنده حظ، عنده توفيق. اشوف ان هو يتحط مع تريزيجيه في ظهر تريزيجيه، في ظهر الثلاثه اللي موجودين دول، يقدر يتحط ورا اي واحد فيهم. انا بشوف ان ده قوام الامثل. طب الانسجام ما بينهم بقى، ما بين التوليفه دي كلها، والانسجام ما بين الاساسيين والبدلاء، لان ده مهم اكتر. حلو. ده بقى اللي قلناه في اول الحلقه، كان لازم ال 18 لعيب اللي اتكلمنا فيهم دول ولا ال 17 لعيب اللي اتكلمنا فيهم دول يبقى منهم تشكيل الماتشات اللي انا بقول ان انا وصلت. مش محتاج حاجه من الماتشات، لكن محتاج ان انا اعمل تناغم بين اللعيبه تحفظ بعضها، زي المنتخبات اللي كانت عندنا ايام الكابتن حسن شحاته. كانت اللعيبه بالبصه، كل واحد عارف مكان زميله فين من غير ما يبص له. كنا الملعب سيمفونيه من كتر اللعب. انا ما عنديش دلوقتي اجنده تديني المساحه. تقصد انه خلال التصفيات اللي فاتت وصعودنا من الجوله الرابعه هو ما استفادش من المباراتين اللي لعبهم تحصيل حاصل. ما هو لم يستفد. تقصد كده صح؟ انا هقول لك ليه. انت هتيجي عند البطوله المجمعه وهتلاقي كل الناس الجديده اللي دخلت دي اوت. انت عندك عدد معين بتدخله 23 لعيب. هتدخل ال 23 لعيب هم من خلال اللعيبه دي اللي احنا قلنا عليها. طب ما انا كنت حطيت رجلهم في الملعب علشان يتعودوا على بعض، عشان ياخدوا مباريات دوليه، عشان ياخدوا مواقف، فياخدوا خبرات، فيتعلموا. فتقدر يا كابتن حسام من خلال مواقف المباريات الرسميه تحكم على اللعيب وتقعد معاه تقول له انت عملت 1 2 3، فتبقى عارف اخطائه ايه من خلال طريقه لعبك انت في المباريات الرسميه. نسينا اكرم توفيق. طبعا اكرم توفيق لازم يبقى موجود، ولكن اكرم متحير في الاهلي، مظلوم في الاهلي. اكرم في الاهلي شويه يحل محل الباك رايت وشويه في نص الملعب، يحل محل الراجل بتاع نص الملعب. فاكرم النهارده هويته مفقوده. ليه؟ انا عندي مروان ممكن يكون هو يعني راجل زي ما بنقول دينامو. يقدر يشتغل هنا ويشتغل هنا، ويقدر يدي هنا ويدي هنا. فليه لا؟ وارد يبقى موجود في وسط المجموعه دي زي ما قلت على شحاته. الله ينور عليك. زي ما انا قلت على شحاته هقول برضو على اكرم. ولكن انا بشوف اكرم مظلوم شويه في ايه؟ اللعيبه اللي هي بتبقى متمرمطه في الملعب، اللي هي لما تيجي تصنفه ما تعرفش تقول هو بيلعب ايه. يعني احنا نقول ايه؟ مروان عطيه ديفندر 6، عمر جابر باك رايت، فلان باك ليفت، اكرم مش عارف هو بيلعب ديفندر 6 ولا هو بيلعب يعني بيلعب ديفندر وبيلعب مش كده ولا 8 ويقدر يلعب على فكره، يقدر يلعب سيرد باك. بص لعيب ويقدر يلعب باك ويلعب باك رايت زي احمد فتحي كده. يعني لكن هو بس عنده عيب تخاف منه في الحتت اللي ورا،
انه عنده يعني التحاماته قويه جدا فيها كروت. حكامنا لو مش بيعدوا حاجات، اكرم كان لازم يتعلم. انا مش بقول الكروت ياخدها اكرم علشان يطرد وبس عشان نتيجه مباراه، عشان اكرم نفسه يعرف ان دي لو في ماتشات خارج مصر يا اكرم هتطرد. هي مش صحيحه التدخلات دي. فلو احنا حكامنا بتعمل ده مع لعيبتنا، لعيبتنا هتتعلم بره ما دونجا كده في الزمالك على فكره. طبعا دونجا عنيف جدا. طبعا دونجا كده. بص، هو دايما انا بقول الديفندر 6 عموما هتلاقيه اكتر لعيب بيضرب. ليه؟ مش السردباك، رغم ان السردباك اكتر لعيب بيدافع، مش كده؟ لكن فنيا بقول لك حاجه فنيه كده، السردباك دايما قريب من الفرود، خلاص؟ فما بيندفعش. اما الديفندر فبيعمل زون مكاني، بيدافع على مساحه كبيره ولازم يفسد الهجمات. برافو عليك. فممكن يبقى رايح على كوره رايحه اللعيب بينه وبينها 15 متر، فلما هو بيوصل بيكون الكوره وصلت للعيب فبيضطر يحط رجله تاكلينج، فبتيجي في اللعيب مش في الكوره. يعني ممكن تزحلق، ممكن مش كده عشان يوصل للكوره بسرعه. ايوه، لان مساحه الدفاع الزون بتاعته اكبر لكن شويه من السردباك. هتلاقي في كل العالم اكتر حد بيعمل فاولات الديفندر، واكتر حد بياخد انذارات الديفندر. طارق حامد، عد بقى، وتامر عبد الحميد، وزي ما تعد عد، دول اكتر ناس بيعملوا. ليه؟ عشان بس بنوعي الناس في الحته دي. مساحه الدفاعيه بتاعته اكبر، فبالتالي لما بيجي بيروح مندفع. عكس السردباك بيبقى بيلعب مان، ولو مش مان حتى بيبقى بعيد عن الراجل 5-6 خطوات، فيقدر يلم نفسه من غير فاولات. طب كابتن سيد، انا عندي مشكله تانية، وعارف انه مفيش حد اتكلم عنها اصلا ومحدش هيتكلم عنها في المناسبه. احنا بتوع المشاكل مش نتكلم عنها. انا بقول لك محدش هيتكلم عنها. مساله ان انا عارف، انا مدرك ان احنا عندنا زيزو. تمام. انا بتكلم على الكور الثابته. لكن ما عنديش في المنتخب وسام ابو علي اللي يقدر يسجل من بره في ضربه حره وفي حيطه. فعلا. دي بتخلص لي ماتشات مع احترامي. معلش يعني. فعلا. مين عندي في المنتخب غير زيزو؟ اذا لم يكن زيزو موجودا او لم يكن موفقا في مباراه من المباريات، مين غيره؟ طيب، هو مبدئيا زيزو لو موجود في المنتخب وموجود صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد، مش زيزو اللي بيشوط. الكلام ده لما يبقوا هم مش موجودين، هو اللي بيشوط الثوابت اللي على 18. اما الاوفرات اللي هي الكروسات والكورنر، لا انا بتكلم على الحيطه وممكن اسجل منها. الثوابت اللي هي على 18 اللي بيشوط في المنتخب مفروض صلاح، مرموش، وعلى فكره مصطفى محمد في فرقته بيصوب بيهدف. ولكن احنا في المنتخب علشان في اكتر من لعيب، اصل لازم حسام حسن يهتم بالمساله دي جدا. هو ده عشان في اكتر، ولازم يعمل منها جمل على فكره. ايوه، هو بص بصراحه الكابتن حسام واخد من الكابتن جوهري حته الجمل دي. بس هو ايه، لما يبقى عندك لعيبه كبيره في المنتخب محترفه على مستوى كبير، فهم بيسجلوا في انديتهم، فانت بتيجي هنا هو بيمسك الكوره بالتدريج كده، اللي بعده بيسيبها واللي بعده بيسيبها واللي بعده بيسيبها. يعني في الزمالك هتلاقي زيزو ما حدش بيقرب من الكوره وهو موجود. بالظبط. في المنتخب صلاح ما حدش هيقرب من الكوره وهو موجود الا اذا هو اداها لحد. تريزيجيه مثلا، بعده بيجي مرموش، بعده بيجي مصطفى محمد. لا، انا لازم بقى في المنتخب اشتغل فلان، لو الكوره من المكان الفلاني يبقى فلان اللي هيشوط، ولو من المكان العلاني، ولو المكان العلاني فلان اللي هيشوط، ولو كذا انا نفسي الاقي ده فعلا، ولو ابعد شويه هعمل الجمله الفلانيه. لا، ونفسي اشوفه واحفظه، يعني بمعنى خلاص انا من غير ما افكر كده انا عارف ان الكوره دي هيروح لها فلان. ايوه، وفعلا الاقيه رايح. ايوه، والكورنر مثلا اللي بيتلعب لينا لازم اشوف شكل بيتعمل في الكورنر، عشان ما ينفعش الكورنر يتعمل واحنا ما نلمسوش. يعني الكورنرات انا كنت متعود سيد معوض، مش عارف يعني عارف الاسم اللي رايح على الكورنر، عارف الاسم اللي رايح على الاوت، عارف الاسم اللي رايح على كمان كان بتتعمل على واحد، على لعيب، زي ما كنا بنتكلم على محمد حمدي. الكورنر بيتعمل على لعيب، فتلاقي مثلا ايه، الكورنر خطر، لعيب من عندك طلع عمل هيدرز، الجول صدها، طلعت اوت، دخلت في العارضه، بس انت اللي خدتها. لكن احنا من كل 4-5 بتلمس واحده، والباقي كله الديفنس اللي ولازم كمان احدد اللي هيشوطوا ركلات ترجيح طبعا، والناس تحفظهم، هي دي بص ترتيبهم. بص، هي دي دايما في الخمسه متحددين، ده طبيعي. الخمسه في اي فرقه في الدنيا متحددين. هو اللي بيبقى مش متحدد قوي اللي هو من بعد الخمسه، ده بيبقى بالشجاعه. الاشجع انا اتكلمت عليه في الحلقه اللي فاتت، الاشجع هو اللي بيطلب، هو اللي بيدخل.
لكن في الخمسه بيبقى مترتبين، الاول والاخير افضل اثنين وعندهم ثبات انفعالي في الخمسه، الباقي ده بيبقى بالشجاعه. اكيد الكابتن حسام الحاجات دي مش هيغفلها، اكيد الحاجات دي عنده. انا بس بتمنى انه النظره لمنتخب مصر تبقى نظره بدون اي شخصنه خالص. تبقى الطريقه 4-1-4-1 4-2-3-1 4-3-3 5-4-1. ايه الطريقه الامثل؟ او طبعا على حسب المباراه انا فاهم طبعا، لكن ايه المرادفات او الطريقه او مرادفاتها اللي يشتغل عليها مع العناصر دي؟ شوف احنا افضل طريقه بنلعبها 4-2. لا بالنسبه للعناصر اللي هي تنفع مع العناصر. ما هو احنا بنتكلم في العناصر دي ليه؟ لان انا حطيت 8، شلت تريزيجيه او زيزو من 8، قلت مروان 6 و8 وليكن قلنا حمدي فتحي اللي هو ايه؟ بين يدافع ويهاجم. لكن لو بنلعب مباراه زي التصفيات وبنلعب باثنين في نص الملعب، فاحنا بنلعب 4-1-4-1 خلاص، زي ما كنا بنلعب اللي هو زيزو وتريزيجيه حوالين الراجل مروان، وبنلعب بعد كده مرموش، وبنلعب صلاح، وفوقهم مصطفى محمد، وتحتهم مروان. دول ال4-1 التانيين. اما بقى في المباريات القويه فاحنا لازم نلعب 4-2-3-1، بتتحول في الدفاعيه مشتقات طبعا بتحول الدفاعيه بقى ل 5-3-2 زي ما تتحول، ولكن ده الشكل الامثل اللي احنا متعودين عليه مع العناصر دي اللي احنا متعودين عليه، انه صلاح طرف ومرموش طرف وتريزيجيه بيتبدل مع مرموش او هيلعب 10. هو ده الشكل اللي احنا متعودين عليه في فرقنا المصريه عموما. معظم الفرق عندنا بتلعب كده. ايوه، حتى بره الناس لما بتشتغل غالبا بتبقى قريبه من الطريقه دي. الكابتن حسام الطريقه دي هتبقى قريبه ليه. شغل ان احنا بنهاجم بس ده مش هيبقى موجود في البطوله المجمعه نهائي، لانه انا هلاعب فرق حافظاني وعندها، يعني احنا مثلا لو تفتكر في مباراه كاب فيردي الاولى، لو الفرقه ديت يمكن كنا مع بعض، لو الفرقه دي عندها مجموعه لعيبه بتطلع بالكوره كويس في الهجمه المرتده ما كناش كسبنا. لكن احنا كنا كل اللعيبه بتهاجم. انا جبت لقطه انه احنا بنهاجم ب10 لعيبه، مفيش غير لعيب واحد. ايوه فكانت طبعا صعبه جدا دي مع الفرق الكبيره اللي تقدر تطلع بالكوره وتعمل الكونتر اتاك، دي هتبقى صعبه علينا جدا. لذلك احنا هو 4-2-3-1 الطريقه الانسب بالنسبه لمنتخب مصر في المرحله القادمه. جزر القمر تأهل كأول ب12 نقطة عن المجموعة الأولى، ومعاه المنتخب التونسي الشقيق في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط. يبقى جزر القمر وتونس استطاع الصعود، بنبارك لهم الاثنين طبعا منتخبات شقيقة يعني عن المجموعة الأولى. المجموعة الثانية المغرب بالعلامة الكاملة، 6 مباريات 6 جولات 6 فوز، ما قطر ما شاء الله. المغرب مش عتقة يعني. المغرب 18 نقطة بالعلامة الكاملة، ومعها الجابون 10 نقاط. عندنا مصر وبوتسوانا، مصر برصيد 14، بوتسوانا برصيد 8 نقاط. عندنا نيجيريا في المجموعة الرابعة بتتأهل مع منتخب بنين. للأسف ليبيا لم تتأهل في قاع المجموعة، ومعهم رواندا طبعا لم تتأهل، نيجيريا وبنين. عندنا الجزائر الشقيق في المجموعة الخامسة 16 نقطة، يعني 5 فوز المنتخب الجزائري، 5 فوز وتعادل وحيد ما شاء الله يعني. 16 نقطة. مع غينيا الاستوائية، واحد من المنتخبات برضو اللي كان ند قوي لمنتخبنا الوطني. طبعا. عندنا في المجموعة السادسة أنجولا، وما شاء الله السودان 14 نقطة و8 نقاط. السودان تصعد إلى الكان 2025، بنبارك للسودان الشقيق، معاه طبعا أنجولا أول المجموعة. عندنا زامبيا في المجموعة السابعة مع كوتيفوار، الحاصل على البطولة الماضية على أرض وسط جمهوره. بتصعد زامبيا وساحل العاج. عندنا في المجموعة التالية جمهورية الكونغو، واحد برضو من المنتخبات القوية جدا اللي نافست مصر
اعتقد هم اللي طلعونا من البطوله اللي فاتت. جمهوريه الكونجو 12 نقطه في الصداره، مع منتخب تنزانيا بيصعد هو الاخر. عندنا منتخب مالي في المجموعه التاليه بيصعد هو وموزمبيق. مفاجاه موضوع موزمبيق ده ان غينيا بيساو ما تصعدش، اسواتيني ما تصعدش، لكن موزمبيق بتصعد. المجموعه التاليه الكاميرون وزيمبابوي. كينيا لم تصعد، ناميبيا لم تصعد. عندنا جنوب افريقيا طبعا واوغندا عن المجموعه قبل الاخيره. الكونغو برازافيل لم تصعد، وجنوب السودان. عندنا المجموعه الاخيره بكل تاكيد طبعا وانا مغمض، السنغال تصعد كاول، يليها بوركينا فاسو يصعد ثانيا. بالتالي ما فيش اسم يعد حتى الان يعني. ايوه فعلا ما فيش متهيألي اسم مفاجاه. احنا بس بالتمني كنا بنتمنى ليبيا يعني. ليبيا وموريتانيا ده تمني يعني. نقدر نقول بنين مفاجاه ولا برضو ما تعتبرش هو الجابون مفاجاه؟ لا شوف الفرق الافريقيه المنتخبات اللي هي الصغيره ما بقتش صغيره. احنا بنتفرج عليهم، منتخبات بتشتغل كويس، منتخبات طلعت لاعبتها للاحتراف. مش فارق معاه هو يروح في فرقه كبيره دوري كبير، هو فارق معاه المحطه. الدوله كلها بتسعى لانها تطلع اللعيبه 16 سنه و15 سنه و14 سنه اطلع لغايه ما توصل 19 و20 هتبقى في محطه مهمه. احنا هنا لازم نخرج على محطه مهمه. فهم اشتغلوا كويس، لذلك ما بقتش منتخبات صغيره، بقت منتخبات تخوف. انت جزر القمر بتلعب يعني تقصد ان الدول دي فتحت التصدير للاعيبتها وبداوا يضخوا عناصرها خارج القاره السمراء. انت بتلاعب دول اسمها صغير في الكوره عندها عدد محترفين اكتر منك كمصر وبتلعبك. تلاقي الفرق اللي جوه واللي بره محترفين وهم دوله. نزود ده ملف اخر للمهندس هاني. نفسي بقى يعني عشان انت دخلتني في دي النهارده، مصلحه كل مصر منتخب مصر. انا النهارده لازم اعمل كده حاجه، اقول مثلا يعني يا انديه اعمل قانون، يا جماعه انت النهارده اديتي اللعيب ده عقد 10 قروش وسي صرفت عليه 10 قروش، هيجي لك كمان مكسب 10 قروش. لو جالك ال 30 دول مالكش الحق تطلعه، ما تطلعوش، ما عندكش حق ما تخرجوش. لو كان النادي اللي هو رايحه هيضيف حاجه لمصر، يبقى هنا دي مصلحه منتخب مصر. تقصد يفتح الاحتراف زي ما عمل اتحاد اليد مع انديه بس ما هو الاحتراف مفتوح. بس اتحاد اليد عمل كده، قال لك اللعيب اللي يجي له فرصه يطلع. بس المشكله فين يا استاذ محمد؟ انه النادي ما بيرضاش. لا ما هو في اليد بيرضى، ما فيش حاجه اسمها ما بيرضاش. هو ده. انت هعوضك برضو علشان ما النادي ما يقولكش انا فلوس واستثمارات وصارف. انت صرفت ايه وعملت ايه؟ هي ميزانيه هعملها لك، ولازم تبقى كسبان برضو. لازم يبقى مدخولك من اللعيب معدي اللي انت صرفته عليه. من هنا هيبقى عندنا مجموعه لعيبه محترفين يشيلوا منتخب مصر. نعم. كابتن سيد ابراهيم لاعب الزمالك السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. يعني الحمد لله حاولنا على قد ما نقدر ان احنا مع حضراتكم يعني نفسر ونحلل منتخب مصر بعناصره بالطرق المناسبه، بالعناصر اللي تشارك ازاي تلعب مع منتخبات تقيله ومنتخبات وسط ومنتخبات ضعيفه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد. شكرا يا استاذ محمد، ويا رب نكون قلنا حاجه تفيد الناس. امين يا رب. استاذ احمد اشرف الصحفي بجريده الدستور هيكون ضيفنا ومشرفنا في فقره حواريه ثانيه بعد الفاصل مباشره.